هنبدأ دلوقتي في اخبار فريق كرة القدم. طيب ايه الاخبار اللي معانا في فريق كرة القدم؟ هنتكلم عن الصفقات والعائدين من الاعارة والصفقات المحلية والصفقات الاجنبية. عايز اقول لكم في الاول ان الصفقات الاجنبية مش هتكون اكتر من 2 ل 3 لاعبين اجانب، وممكن يبقى معاهم لعيب تحت السن، لكن مش هتبقى اكتر من كده. لان سيف الدين الجزيري هيتجدد التعاقد معاه، حمزة المسلوسي هيتجدد التعاقد معاه، وبنسبه كبيره نضاي مكمل، فعشان كده هم هيبقوا صفقتين لثلاث صفقات على اقصى تقدير. العائدون من الاعاره يا جماعه، اللعيبه اللي راجعه من الاعاره لعيبه مهمه جدا، وكلهم خبرات ولاعيبه محترمه كلهم. محمود علاء راجع بنسبه تتخطى 99%، حمدي علاء لعيب الوسط لا راجع بنسبه تتعدى برضو ال 95%. اسامه فيصل تم الاتصال بيه من عبد الواحد السيد، ووعدوا عبد الواحد بعودته لنادي الزمالك مره تانية في ظل تألق اللاعب في الفتره الاخيره مع البنك الاهلي وانضمامه الثابت للمنتخب الاولمبي. فاسامه فيصل برضه هيكون من العائدين، وهيدعم كده سيف الدين الجزيري، وهيدعم ناصر منسي. وفي احمد عيد الباك اليمين او المدافع الايمن في نادي الزمالك هيرجع من انبي، واحمد ايمن منصور المدافع او المدافع الايسر المعار للجيش برضه بنسبه كبيره جدا جدا هيرجع الزمالك. ويوسف اوباما حتى الان عودته للزمالك اكبر من استمراره في الحزم السعودي، لان الحزم السعودي حتى الان ما كلمش نادي الزمالك في شراء اللاعب، معنى كده ان هو مش عايز يجدد بند الشراء في اللاعب. ودول اللاعبين اللي هم عائدين، وكلهم بصراحه اضافات، يعني لعيبه كويسه ولاعيبه خبرات ولاعيبه تقيله، وبيمتازوا كمان بصغر السن، ما عدا طبعا محمود علاء اللي هو كبير شويه عنده تقريبا 30 سنه، لكن الباقيين كلهم حمدي علاء، اسامه فيصل، احمد عيد لعيبه صغيره في السن، يوسف اوباما تقريبا 27 سنه او 28 سنه لسه برضه صغير، احمد ايمن منصور تقريبا 29 سنه. فالصفقات دي هتفرق كتير، او عوده الصفقات دي تفرق مع نادي الزمالك ان شاء الله. هنيجي نتكلم في اشاعات كتير قوي بتتم الفتره اللي فاتت، لعيبه من فيوتشر، لعيبه من فيوتشر. بنتكلم في ناصر ماهر، بنتكلم في مهند لاشين، محمود مرعي، عمر كمال عبد الواحد، احمد رفعت، محمد رضا بوبو. يا جماعه اقفلوا الموضوع ده. قلت لكم قبل كده فيوتشر مش هيدي للزمالك لعيبه، ولا حتى لو احمد شوبير مش متواجد كنائب ولا رئيس النادي فيوتشر مش هيدعم الزمالك. فيوتشر ده نادي الاهلي به، يعني احنا كبرنا ان احنا نعمل مناوشات لنادي فيوتشر عشان ما يديش لعيبه للنادي الاهلي، فاحنا نضغط عليه نقول له لو اديت لعيبه للاهلي تدي لعيبه للزمالك عشان العلاقات وعشان الهجوم وعشان القصص دي. احنا بس بنحاول يا دوبك نضغط عشان ما نوديش لعيبه من فيوتشر للاهلي، لكن فيوتشر مش هيديك لاعبين. فيوتشر خطف منك عمر كمال عبد الواحد وهو اللاعب بتاعك اساسا، فهل تتخيل ان هو يديك لعيبه؟ فيوتشر نادي الاهلي به، فولا ناصر ماهر ولا مهند لاشين ولا محمود مرعي ولا بوبو ولا عمر كمال عبد الواحد ولا احمد رفعت راجعين الزمالك الا في حاله واحده، لو اللعيبه دي انتهت تعاقداتهم مع فيوتشر وما جددوش لفيوتشر. دي الحاله الوحيده ان ممكن حد من اللعيبه دي يجي نادي الزمالك. لكن اقفلوا موضوع فيوتشر، ما تسمعوش للناس بتوع اليوتيوبر والناس بتوع السوشيال ميديا اللي بتطلع تهري وتفتي وتقول اي كلام. فيش لعيبه من فيوتشر جايه نادي الزمالك بالطبع او بالمثل. لعيبه من بيراميدز. بيراميدز بيتقال مثلا ابراهيم عادل. ابراهيم عادل ده بيراميدز كان عايز فيه 40 مليون يعني، واساسا لعيب ارقامه سيئه جدا جدا، ولعيب تم تضخيمه اعلاميا. يعني اللعيبه الناشئه من طالع من نادي الزمالك افضل منه اساسا. ابراهيم عادل ايه اللي اجيبه ملايين ايه؟ وبيراميدز اساسا مش هيدينا لعيبه الا لو كان محتاج منك لاعب بدرجه كبيره جدا او هيطلب بارقام فلكيه. فما فيش لعيب برضو من بيراميدز جاي الزمالك. يا ريت تقفلوا القصه دي. وبيراميدز وفيوتشر مش هيدوك لعيبه عشان نبقى متفقين. المصري البورسعيدي، في 2 لعيبه من مصر البورسعيدي هو اللي الزمالك فعلا محتاجهم. ابراهيم الياس الجلاصي لعيب وسط الملعب، وعمرو السعداوي لعيب الباك الشمال. لكن عايز اقول لكم نفس الوضع. السيد او الاستاذ كامل ابو علي ده بورسعيدي، لكن هو مشجع قوي جدا للنادي الاهلي، وبرضه مش بسهوله انه يدي لعيب لنادي الزمالك. ولو هيديك لعيب هيبقى في حاله واحده بس، ان هو محتاج ياخد لعيبه من نادي الزمالك بالضروره، يعني محتاج قوي انه ياخد لاعب من عندك عشان يديك لاعب. لكن في الغالب ناصر او كامل ابو علي مش هيدينا
لعيبه برضو زي ما قلت لكم لميوله الاهلاويه الشديده، ولو عايز يدي الزمالك هيطلب ارقام حتى تعجيزيه عشان يوضح او يبين انا مفيش مشكله، لكن هل هتقدر تديني المبلغ ده؟ فعشان كده برضو لعيبه المصري البورسعيدي بعيده عن بعيده عن نادي الزمالك. بيخش برضو نادي الاتحاد السكندري. احنا عارفين طبعا ميول اللي اثبتها بوضوح الاستاذ محمد مصلحي ان هو اهلاوي صرف، وولاءه وانتمائه للنادي الاهلي حتى اهم من نادي الاتحاد السكندري. ده فرط في كاس السوبر او في الكاس او الدوري في السله للنادي الاهلي. يعني الراجل اهلاوي اهلاوي يا جماعه. ف في كلام على هشام صلاح، لكن انا عايز اقول لكم ان هشام صلاح مش جاي نادي الزمالك، وبيراميدز بيجهز عرض كبير عشان ياخد هشام صلاح. وعشان ابقى صريح معاكم، الزمالك معظم صفقاته الموسم ده هتبقى تبادليه، مش هتبقى بارقام ماديه كبيره او ان هو يخش في صراعات وحرب على الصفقات. فعشان كده هشام صلاح هو هيروح بيراميدز، ونادي الاتحاد مش هيدي الزمالك لاعب الا لو الزمالك هيدفع مبلغ كبير قوي، او ان هو محتاج 2-3 لعيبه. يعني الاتحاد السكندري مبدأه مع الزمالك ان انت تديني لاعب يعني عشان تاخد من عند الاتحاد لاعب، هو عايز منك 3-4 لعيبه، و3-4 لعيبه جامدين. فاحنا كزملكاويه بعد اللي شفناه من معامله الاستاذ محمد مصلحي اساسا بنتمنى ان هو يبقى مفيش تفاوضات او تعامل مع نادي الاتحاد السكندري في ظل وجود محمد مصلحي، مش عشان خاطر نادي الاتحاد، لا، في ظل رئاسه محمد مصلحي. فيا ريت ننهي التعاقد او ننهي اي تعاملات بين صفقات لاعبين بين الزمالك والاتحاد. اقرب النوادي اللي ممكن تتعامل مع الزمالك واللي في الغالب خلاص فعلا بيتحط الرتوش الاخيره هو نادي فاركو. علاقه المسؤولين في فاركو جيده جدا بعلاقه بالمسؤولين في نادي الزمالك، ومحتاجين كمان تدعيم من لعيبه في نادي الزمالك. يعني هم بيفكروا وبداوا فعلا في الكلام مع محمد عواد، بداوا في الكلام مع عمرو السيسي، مصطفى الزناري، بالذات ان فاركو انتوا عارفين كل اللي ماسك نادي فاركو هو اللي كان ماسك نادي الجيش قبل كده، انا ناسي اسمه معلش دلوقتي، المدرب طارق العشري. فطارق العشري كان مع عمرو السيسي ومصطفى الزناري في طلائع الجيش وعارف امكانياتهم وطلبهم من نادي فاركو بالاسم. فنادي فاركو بيفكر في محمد عواد وعمرو السيسي ومصطفى الزناري، فعشان كده في سهوله ان شاء الله هناخد منهم محمود حماده، ومرشح برضو عبد الله بكري جنب محمود حماده. محمود حماده لعيب دولي ومحتاجينه في وسط الملعب، وعشان كده ان شاء الله تبقى في صفقات تبادليه بين الزمالك وما بين فاركو وهنشوفها الفتره القادمه. حرس الحدود، حرس الحدود الزمالك عينه على اللعيب اللي اسمه زيكو، الجناح الشمال بتاع حرس الحدود. هو عنده 26 سنه، لعيب صغير جريء شويط حريف، امكانياته كويسه جدا، ومحتاجينه عشان يبقى مع فرج شلبي في المنطقه دي، لان فرج شلبي حاليا هو الجناح الشمال الوحيد في نادي الزمالك كجناح شمال فعلا، او هتضطر ان انت تصعد حد من الناشئين. زيكو لعيب مهم، لعيب سريع، انا متنبئ له بالتألق مع نادي الزمالك ان شاء الله في حاله وجوده في نادي الزمالك، ولسه صغير 26 سنه ويقدر كمان يتطور مع نادي الزمالك. انبي في لعيب اسمه محمد حمدي باك شمال. يا جماعه في ضجه، انبي من النوادي اللي بتعرف تسوق لعيبتها، عاملين ضجه قويه قوي على اللاعب محمد حمدي. ده لاعب ناشئ لسه ما عملش حاجه، وانبي مستواه في الدوري يعني زي ما نقول سيء جدا ووحش جدا، وكان من حاجه بسيطه بينافس على الهبوط. محمد حمدي ايه اللي انتوا عاملين ضجه، والاهلي داخل في صراع، وبيراميدز عايزه، والاهلي عايزه، وبيقولوا ان الزمالك كمان عايزه، كل انديه الدوري عايزاه، وفيوتشر عايز. انا مش عارف على ايه، لعيب ملوش اي انجازات، ما عملش اي حاجه نهائي، ولسه صغير ما عندوش خبرات. طب ما انا عندي اساسا واحد وبدا ياخد الخبرات زي حاتم سكر، حريف وقوي وسريع وشويط وزملكاوي وابن الزمالك. انا ليه اروح اجيب لعيب ناشئ في اغلب الظروف هو مش هينجح حتى في الزمالك، لان مش اي حد اللي يلعب لنادي الزمالك. وشفنا السنه دي ان مش بالاسماء، مصطفى الزناري كان متالق مع الجيش ما نجحش مع الزمالك، عمرو السيسي كان متالق ومن نجوم الدوري ما نجحش مع الزمالك، ولاعيبه كتير ما تقدرش انها تلعب لاسم نادي الزمالك. لكن ناشئين نادي الزمالك بتثبت يوم بعد يوم ان هي الاحق ان هي تكمل، زي يوسف اسامه، زي سيف جعفر، زي سيد نيمار، زي لعيبه كتير قوي، حتى احمد فتوح. ناشئين نادي الزمالك، كل ناشئين نادي الزمالك في الغالب بتنجح في نادي الزمالك لانها متعوده ان هو يكون لعيب في نادي الزمالك. فعشان كده برضو صفقه محمد حمدي
انبي عامل دوشه كبيره، وهو الزمالك مش هياخده، لان بالذات انبي هيطلب رقم كبير قوي كالعاده، وبيطلب ارقام كبيره في اي لاعب عنده، بس هو بيعرف يسوق لعيبته كويس. وفي برضه المهاجم بتاعهم اللي اسمه اوفا يعني، او اوفا يعني، انا مش عارف يعني اخده بمناسبه ايه. لعيب بلا ارقام، لعيب ما عملش حاجه، ما عندوش خبرات، مفيش اي حاجه خالص. يعني اوفا ايه اللي ناخده؟ طب ما انا عندي ناصر منسي لعيب دولي من هو عنده 17 او 16 سنه، لعيب دولي ومتالق مع الزمالك، وعندي المهاجم سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس، وعندي كمان راجع لي اسامه فيصل مهاجم المنتخب الاولمبي والبنك الاهلي، وارقامه في الفتره الاخيره ممتازه جدا مع البنك الاهلي، وبدا يسجل بالجون والجونين كل ماتش. طب انا ليه اروح لاوفا وممكن الاقي رئيس انبي انتوا عارفينه بيستغل الظروف يطلب 40 مليون و30 مليون في لعيب مفيش حتى ارقام؟ لا، انا الافيد لي طبعا رجع اسامه فيصل، على الاقل ارقامه افضل، وابن نادي الزمالك وعنده بقى خبرات قويه ولعيب فعلا كويس جدا، وان شاء الله يبقى اضافه لنادي الزمالك. فبرضه موضوع اوفا ده يا ريت نشيله من دماغنا. ده اللي معايا دلوقتي. هنخش بقى ان في عروض اتعرضت على عواد من نادي زد الصاعد حديثا، طبعا بتاع نجيب ساويرس ونادي فاركو. لكن المفاجاه هنا ان نادي فاركو ونادي زد قالوا لعواد ان هو احنا مش هنقدر نديك الفلوس اللي انت بتاخدها في الزمالك، يعني احنا عايزينك بس محدش هيرضى يديك المبلغ 15 او 16 مليون في السنه اللي انت بتاخدهم من الزمالك. فعواد انت بتتفاوض مع النوادي دي وانت بتقول للزمالك لا انا مش عايز اخفض الراتب بتاعي، وانت كده كده مفيش حد في مصر هيديك المبلغ ده. فالاولى يا عواد ان انت تقعد تكمل في الزمالك، بس تخفض الراتب السنوي بتاعك. وكفايه ان انت بقالك 4 سنين او 5 سنين بتاخد 16 مليون، رقم كبير جدا، خلاص انت امنت مستقبلك. والا تفكر في الاحتراف الخارجي عشان تاخد الفلوس زي دي. لكن مفيش حد في مصر قابل انه يدي عواد. في نوادي عايزه عواد زي ما قلت لكم زي فاركو وزد ومفاوضات جديه، لكن بلغوه انه لا يمكن يدوا له المبلغ ده. بديل عواد في الزمالك في حاله ان هو رحل في صفقه تبادليه، او رحل في حاله البيع وما جددش للزمالك، هيبقى احمد ميهوب. احمد ميهوب قلت لكم لعيب المحله، غزل المحله، وهو جون كويس، عنده 27 سنه. عبد المنصف مقتنع بيه جدا، وكان زميل عبد المنصف وبيقول ان هو حارس كويس جدا، والولد كمان راضي ان هو يجي يبقى حارس تاني او حارس تالت. وعلى فكره حتى في حاله تواجد عواد وعدم رحيل عواد وتمديد عقد عواد، برضو احتمال كبير جدا ان احنا نشوف احمد ميهوب ينضم لنادي الزمالك كحارس تالت. هنخش بقى على الاجانب. في مهاجم في يونج افريكانز التنزاني عنده 28 سنه اسمه فاستون كالالا مايلي. ده مهاجم يا جماعه عنده 28 سنه، هداف بطوله الكونفدراليه، ووصل فرقته يونج افريكانز لنهائي الكونفدراليه وحصل على لقب الهداف. ده عبد الواحد السيد متولي التفاوض على اللاعب ده، وبيكلم الوكلاء، بس بيطالب يعني ان اللاعب يخفض قيمه عقده، لانه اللاعب طالب قيمه ماديه في عقده كبيره. تقدروا تقولوا ان ده من المرشحين الاقوياء للانضمام لنادي الزمالك، وهو فاستون كالالا مهاجم يونج افريكانز التنزاني. زي ما قلت لكم خلاص الزمالك هيستعيد اسامه فيصل، وعبد الواحد السيد اتصل بيه وقال له ان اللجنه الفنيه عايزاه وعايزه ان هو يرجع السنه الجايه، وان شاء الله يقدر الزمالك يرجعه من البنك الاهلي، وان اللجنه الفنيه معجبه بتالق اللاعب الفتره الاخيره. زي ما قلت لكم بالنسبه للاجانب، في فاستون كالالا مايلي لعيب يونج افريكانز المهاجم، وفي يحيى جبران. دول من اقرب 2 لنادي الزمالك. يحيى جبران قريب جدا لاتمام التعاقد مع الزمالك، وخلاص الموسم في المغرب قرب للانتهاء، خلاص بيلعبوا بيفنشوا بطوله الدوري، وزي ما شفنا ان هم خرجوا من بطوله افريقيا من النهائي. فيحيى جبران من اللعيبه اللي الزمالك كمان محتاجها، لان الزمالك من اهم خطوط التدعيم، وجاي لكم دلوقتي هو خط وسط الملعب. هتسمعوا عروض وهتسمعوا كلام كتير عن الاجانب. في اسامه بوقره مهاجم الاولمبي الباجي التونسي، هتسمعوا الياس شيتي لاعب الجزائر، وفعلا في مفاوضات معاه، هو مدافع ومدافع ايسر، وكان محترف في انجيل فرنسي. وفي لاعب وسط شباب بلوزداد حسام الدين مرازيق، وفي احمد خليل لاعب تونسي وسط ملعب الافريقي التونسي عنده 28 سنه، وفي مهاجم السلاء القطر السويدي كارلوس تراندبرج. كل اللعيبه دي يا جماعه
بتتداولها الاعلام، لكن في الحقيقه اقرب اتنين فعلا في نادي الزمالك بيتم الكلام عليهم هو يحيى جبران، بسبب ان هو كمان هيبقى لعيب فري. يعني الزمالك مش هيدفع مستحقات للنادي الوداد او هيدفع ثمن صفقه، هيجي للزمالك فري واللاعب عايز يجي الزمالك. ولعيب يانج افريكانز فاستون كالالا دول، وبرده في اقتراب من الياس شيتي برده عشان لعيب فري ولعيب طبعا دولي. وده القريبين، لان انا عايز اقول لكم الزمالك مش هيدفع ارقام مغالى فيها لجلب صفقات محليه او اجنبيه. وزي ما قلت لكم الصفقات الاجنبيه هتكون من 2 ل 3 لاعبين. بالنسبه بقى لاوسيريو طلب الدعم مبدئيا في 4 مراكز، وقال ان هو محتاجهم جدا جدا. عايز مدافع بيلعب برجله الشمال، وعايز مدافع ايسر، وعايز لعيب خط وسط 2، واحد بيلعب 6 وواحد بيلعب 8، وعايز مهاجم او جناح ايسر. دول المبدئيا اللي عايزهم، وبنسبه 90% هم دول المراكز اللي الزمالك مركز فيها وبيحاول يدعمها. منهم لعيبه راجعه اعارات زي محمود علاء كمدافع، او احمد ايمن منصور كمدافع. في لعيبه وسط ملعب زي حمدي علاء، في مهاجم زي اسامه فيصل، وفي مدافع زي ايمن زي احمد عيد. فدول في عائدين من الاعاره، برضو في المراكز دي مهمين، 5 أو 6 لعيبه، ويوسف امامه كمان في وسط الملعب. والزمالك هيجيب زي ما قلت لكم من صفقتين ل3 اجانب، ومن 4 ل5 صفقات محليه، اقربهم محمود حماده كلاعب وسط ملعب. فأوسيريو كمان ادى تقرير لاداره نادي الزمالك بنسبه 80 او 90%. خلاص هو قرر مين اللعيبه اللي مش هتكمل في نادي الزمالك، تخرج على سواء البيع، تخرج على سواء الاعاره، تخرج في صفقات تبادليه. خلاص هو ادى الاسماء، معظم الاسماء معروفه، واقربهم طبعا سامسون اكينولا، في مصطفى الزناري، في محمود شبانه ممكن يخرج كمان، في عمرو السيسي، في عمر جابر. دي لعيبه يعني قريب جدا، خلاص احنا عارفين ان هي في الغالب هم دول اللعيبه اللي هيبقوا راحلين من نادي الزمالك. الزمالك بيعمل خطوه جميله جدا، بيتم التعاقد مع مدرب سويسري خاص بقطاع الناشئين لتطوير مدربين قطاع الناشئين، وكمان للاشراف على اللاعبين المميزين، ويقدر ازاي ان هو يطور من مستواهم. مدرب معروف بخبراته في اوروبا، هو سويسري الجنسيه، بخبراته الكبيره جدا في قطاعاتنا الناشئين، ومشهور بان هو طلع لعيبه كتير كويسه وقدر يضيف للمدربين في الناشئين. المدرب ده هيصل يوم 20 يونيو الشهر اللي احنا فيه ده ان شاء الله، هيتم التعاقد معاه في نادي الزمالك. ودي خطوه مهمه جدا، لان احنا دينا شفنا اهميه قطاع الناشئين لتدعيم الفريق الاول. ودي كانت اخر اخبارنا النهارده. اتمنى انها تكون عجبت حضراتكم، ولا تنسونا بدعمكم بالاشتراك واللايك والشير. وان شاء الله باذن الله معاكم احتمال برضو النهارده ان شاء الله، بس بعد منتصف الليل هقدم لكم اخر الاخبار عن نادي الزمالك. ما تنسوناش بالاشتراك وبدعمكم باللايك والشير، واشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.